أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشعب، وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. شعبي العزيز، إن ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة صورية، وإنما هو مفهوم متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية. فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. الشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. ريتشوني محمد، رئيس جمعية تنمية التعليم الأولي لجهة الدار البيضاء سطات. نحن الآن نتواجد برحاب عمالة مقاطعة من المسيك، وقد استمعنا بعد قليل الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصر الله بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش المجيد. والاحتفال بهذه الذكرى هي تعتبر أعظم ذكرى يخلدها الشعب المغربي وأغلى عيد نحتفل به كل سنة، وهذا العيد يبرز فيه جلالة الملك كل المنجزات التي تم إنجازها على المستوى الوطني.
وفي الحقيقة بأن هذه السنة عرفت منجزات كثيرة ومن خلال أوراش تنموية وتنزيل مجموعة من المشاريع على المستوى الوطني. والحقيقة أن المغرب حقق منجزات كثيرة بفضل الرؤية المتبصرة والشجاعة لجلالة الملك على المستوى الدبلوماسي، بحيث حقق المغرب انتصارات كثيرة أدت إلى العديد من الدول للاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، واعتبار الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لهذا الخلاف أو المصطنع من طرف خرسوم وحدتنا الترابية. والمغرب يزيد إلى الأمام بفضل جلالة الملك، يحقق المنجزات تلو المنجزات، سواء على المستوى الاجتماعي من خلال تدبير الرؤية المخطط الاجتماعي لإعطاء المكانة للدولة الاجتماعية لمغربنا، وتعميم كذلك التغطية الصحية، وكذلك فيما يتعلق بمشاريع التماسك الاجتماعي، وكذلك النهوض بالتربية الوطنية من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية، ومن خلال تجويد هذه البرامج على مستوى كل جهات المملكة. وكذلك المغرب حقق منجزات هذه السنة. لا ننسى أن جلالة الملك كانت رؤيته وجهوده وراء احتلال المغرب رياضيا على المستوى العالمي. في لا ننسى الانجازات التي حققها الفريق المنتخب الوطني بقطر سنة 2022. ونحن نرى كل يوم أوراش وكل يوم مسيرات وكل يوم جديد لازدهار هذا الوطن، وهذا بفضل جلالة الملك أطال الله عمره وحفظه الله ونصره.